الآية الأولى من سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ الذال هنا مضمومة. أعوذ بربي الباء مكسورة ومشددة، هننطقها بربي. قل أعوذ برب الناس. بعض الأطفال بتقرأها برب الناس أو حافظينها برب الناس. الصحيح إن احنا نحفظها لهم الباء مكسورة برب الناس. ملك الناس. كلمة ملكي الكاف تحتها كسرة، نقرأها ملك الناس. كلمة الناس النون مشددة، لازم تنطق مشددة، يعني ما ينفعش أقول ملك الناس، لازم أقول ملك الناس. الآية رقم 3. إله الناس. الهاء هنا مكسورة وبرضو النون عليها شدة. الآية رقم 4. من شر الوسواس الخناس. الآية دي فيها أكتر من حكم. أول حكم من شر، النون هنا فيها إخفاء لأن هي جه وراها حرف من حروف الإخفاء. المهم إن مش لازم الطفل يعرف الحكم لكن يعرف الناتج من الحكم، يعني أحفظها له من شر. من الغنة بتطلع من الخيشوم أو من الأنف. من شر. كلمة شر الراء مشددة ومكسورة، لازم أراعي الكسر والتشديد. بعد كده كلمة الوسواسي. الوسواس في بعض الأطفال حافظينها ومتيقنة في ذهنهم وحفظهم على إنها من شر الوسواس، لكن لأن هم حفظوها بالطريقة دي فعايزين نصحح تاني ونحفظها لهم إزاي. من شر الوسواس، لأن الواو الأولى والتانية الاتنين مفتوحين. طيب كلمة الخناس، هنا اتفقنا ان الخاء دائما مفخمة، يعني ما ينفعش اسمعها بتتقال الخناس، لا، الخناس. الخاء مفخمة فتنطق مفخمة، والنون في الخناس مشددة ننطقها برضه. الذي يوسوس. هنقف الأول عند كلمة الذي. ال هنا في ايه؟ في شدة على اللام، لازم أراعي التشديد. ماشي. الذي يوسوس في صدور الناس. هنيجي بقى عند الآية رقم 6، الآية الأخيرة. من الجنة والناس. من الجي الجيم في كلمة الجنة مكسورة، يبقى مش من الجنة، لا، من الجنة. هنتعرف دلوقتي على بعض المعاني اللي موجودة في سورة الناس. أعوذ يعني أطلب الحماية، برب الناس يعني بخالق الناس ومربيهم والعالم بأحوالهم. ملك الناس الذي يملك جميع الخلق ويتحكم في أمورهم. إله الناس الذي يعبده الناس. الوسواس هو الشيطان الذي يوسوس للإنسان، والوسوسة هي الكلام بصوت منخفض. يوسوس أي يأمر بارتكاب الذنوب. الخناس الذي يظهر عندما يغفل الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويختفي عند ذكر الله. الجن اللي هم الجن. يعني في شرح هذه السورة اللي هي ثانية المعوذتين اللتين أمر الله سبحانه وتعالى بقراءتهما لطلب الحماية من شرور أفعال الإنس والجن. وقد بدأ الله بهذه السورة مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد قل
يعني أطلب الحماية من الله رب الناس الذي يملك كل شيء في هذا الكون، والذي تعبده كل الخلائق، أن يحميني من شر الشيطان الذي يوسوس في صدر الإنسان ويأمره بعمل الذنوب، سواء كان هذا الشيطان من الجن أم كان إنسانا شريرا يدعو الناس إلى ارتكاب المعاصي. السورة اللي معانا النهاردة هي سورة الناس. سورة الناس هي سورة مكية، عدد آياتها 6 آيات. سميت هذه السورة بسورة الناس لأن الله سبحانه وتعالى افتتحها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب الحماية من الله رب الناس كلهم. تتحدث هذه السورة وهي ثانية المعوذتين عن تعليم الإنسان أن يحتمي بالله من شر وسواس الجن والإنس.